عارفين ان مفيش حاجة اسمها عرش الله؟ زمان في العهد القديم انبياء كتير قوي شافوا الله وهو قاعد على العرش، والكتاب المقدس اتذكر فيه ايات عن عرش الله، والايات دي كتير جدا زي مزمور 45 واللي بيقول كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. وطول الوقت بنشوف صور وايقونات موجود فيها الله في منظر في منتهى القوة وهو قاعد على العرش، لكن في الحقيقة مفيش حاجة اسمها عرش الله، والله مش قاعد على العرش لان الله مال السماء والارض، الله بره الزمن وبره المكان، فالعرش هو رمز للملك. فالانبياء لما كانوا بيشوفوا الله قاعد على العرش فالله بنفسه هو اللي سمح لهم يشوفوه بالمنظر ده علشان احنا البشر نقدر نفهم طبيعة الله وانه هو ضابط الكل ونستوعب قوة الله الغير محدودة. وده مش معناه ان الايات اللي في الكتاب المقدس مش صح، فلو جينا للمزمور 45 هنلاقيه بيقول كرسيك يا الله الى ظهر الدهور، ولكن لو كملنا الاية هنلاقيه بيقول قضيب الاستقامة قضيب ملكك، وهنا نفهم انه بيتكلم عن رمز مش حاجة حقيقية. فهنا شبه الاستقامة بالصولجان واللي الله بيملك بيه، فالعرش هو رمز، وزي ما اشعياء النبي قال السماء هي كرسي الله والارض موطئ قدميه، فالله موجود في كل مكان جوه الكون اللي نعرفه واللي ما نعرفوش.